حيث أشرفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيدة جميلة المصلي رفقة والي الجهة ورئيس الجهة وعامل إقليم أوسرد على افتتاح المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. افتتاح المدرسة جاء استمرارا في تنزيل المخطط التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية يهدف بشكل أساسي إلى تأهيل الموارد البشرية ويمكن للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل من استقطاب طلبة قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. المزيد في متابعة العالي حميد ومحمد يدس. جولة استطلاعية للوفد الذي أشرف على تدشين المدرسة العليا للتجارة والتسيير بالداخلة في مختلف مرافقها التي تتناسب مع المكانة العلمية والأكاديمية للتعليم العالي. وتتوفر هذه المؤسسة على مدرج ب 250 مقعد و5 قاعات للدروس وقاعتين للإعلاميات ومكتبة وعدة مرافق أخرى مخصصة للطلبة، وتضم 3 مسالك تعليمية. كما تعد هذه المؤسسة هي اللبنة الجامعية الأولى بجهة الداخلة وادي الذهب. طبعا هذه المؤسسه تاتي كذلك في اطار تفعيل النموذج التنموي الجديد لاقاليمنا الجنوبيه. هذا النموذج اللي وزاره التعليم العالي انخرطت فيه مجموعه من المشاريع، من بينها هذا المشروع اللي اليوم اطلق وطلبتنا سيستفيدوا من التكوين في هذه المؤسسه. وكذلك سيتم اطلاق قريبا المدرسه العليا للتكنولوجيا اللي غادي توفر واحد الفضاء اخر للتكوين والتاهيل في تخصصات تحتاجها المنطقه. افتتاح المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير اليوم بالداخله هو استكمال للبنيات الجامعيه بمختلف الجهات الجنوبيه، وهذه مدرسة اليوم فيها 95 طالب تلعب دورا إشعاعيا منذ انطلاقها، ونتمنى أن تحافظ على جودتها لكي تكون بين نظيراتها الوطنية مدرسة متألقة ومشعة ولتساهم في إنتاج نخب حقيقية في مجال التدبير. والمدرسة تتوفر على 3 مسالك، 3 تخصصات. التخصص الأول يتعلق بمالية المقاولة، والتخصص الثاني يتعلق بعلم التسويق الماركتين والتجارة الخارجية، والمسلك الثالث فهو يتعلق بتدبير الموارد البشرية. وتزامنا مع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وتدشين المؤسسة العليا للتجارة والتسيير بالداخلة، تم تنظيم هذه الندوة الفكرية حول موضوع إفريقيا جنوب الصحراء محطة لتنمية المقاولة المغربية، والتي نشطها أساتذة مختصون في هذا المجال. المناظرة اليوم جاءت بمناسبة افتتاح ديال المدرسة العليا للتسيير والتجارة بالداخلة، اللي بينت فيها المؤهلات ديال القارة الإفريقية وبالخصوص بلدان الإفريقية جنوب الصحراء، والإمكانيات اللي عند المغرب على أساس أنه يستغلها من أجل الرفع من مستوى المبادلات التجارية بين المغرب مع هذه البلدان، وأيضا بالنسبة للاستثمارات على المستوى القاري. ليختتم النشاط بتوقيع اتفاقية شراكة بين جهة الداخلة وادي الذهب وجامعة ابن زهر أكادير من أجل إنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة، وينضاف هذا الصرح التعليمي المتميز إلى المشاريع المهيكلة التي حرص جلالة الملك محمد السادس على بلورتها من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.